مرحبا بكم مشاهدينا مرة تانية وآخر فقراتنا النهاردة العيادة. زي ما قلت لكم النهاردة هنتكلم عن الرجيم الكيميائي. الرجيم الكيميائي ايه هو الرجيم الكيميائي اصلا؟ ناس كتير ما بتبقاش عارفاه، وفي الحقيقة بنعمل رجيمات كتيرة وبناخد وصفات كتيرة وكل حاجة بناخدها كده من على النت من غير ما بنسأل او بنرجع لأخصائي، وفي الاخر احنا اللي بنتعرض لكل المشكلات. رجيم كيميائي النهارده نعرف اضراره ايه، هل هو ليه فوائد ولا اضرار؟ كل دي اعرفها اكتر تفاصيل من ضيفي اللي منورني في الاستوديو الدكتور كريم جمال، استشاري التغذيه العلاجيه والسمنه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بيك دكتور كريم. الرجيم الكيميائي، الرجيم الكيميائي ممكن ناس كتير ما تكونش اصلا عارفاه، يعني ايه رجيم كيميائي؟ فكره الرجيم الكيميائي بتبدا، يعني احنا لو بصينا للكتب العلميه والمراجع بتاعتنا مش هنلاقي كلمه رجيم كيميائي، لكن هو مصطلح دارج بين الناس كتير جدا، ان لو عايز اخس بسرعه في اقصر وقت ممكن هعمل رجيم كيميائي. لما جينا نصنف الرجيم الكيميائي او الانظمه اللي موجوده في السوق عامه، لقينا في نوعين من الانظمه. نوع قليل جدا في السعرات الحراريه بنسميه الترا لو كالوري. احنا عارفين طبعا ان السعرات الحراريه اللي بيحتاجها الانسان من حوالي 2200 ل 2500، ده بالنسبه للسيدات، ومن 2500 ل 2800 ده بالنسبه للرجاله. تمام. لان الانظمه الكيميائيه دي ممكن تنزل لحد 500 كالوري، يعني 500 سعر حراري بس على مدار اليوم. طبعا ده ليه اضرار كتيره، بس لكن في نفس الوقت بيشجع خساره الوزن. النوع الثاني من الرجيمات الكيميائيه وهو الانواع اللي بنشيل فيها عنصر او اكتر من العناصر الغذائيه اللي جسمنا محتاجها. يعني نلاقي مثلا رجيم كيميائي بيشيل البروتين، يخلي بس الدهون والنشويات. بيعتمد على حاجه معينه، على بالزبط. نوع معين من الاكل، مجموعه واحده من المجموعات الغذائيه. احنا عندنا 3 مجموعات اساسيه غذائيه، هما البروتين، النشويات، والفاتس او الدهون. ال3 انواع دولت جسمنا محتاجهم بكميات معينه كل يوم علشان خاطر يقوم بوظائفه بشكل متكامل. تمام. اللي بيحصل في الرجيمات الكيميائيه ان احنا مثلا بنشيل زي في رجيم بيشيل النشويات خالص زي الكيتو مثلا دايت، هيقول شيل النشويات خالص واعتمد بس على البروتين والدهون. في انواع تانية زي رجيم البطاطس، ناكل 3 ايام بطاطس او 10 ايام بطاطس. وده في الحقيقه يا دكتور الناس اللي بتحب ان هي تعمله، اللي بيحبوا نوع معين من الاكل. يعني في ناس بالزبط. مثلا بتحب البطاطس، دماغي راحت البطاطس، ناس كتير قوي بتحبها، ففكره رجيم البطاطس يقول لك ايه يعني محبه على قلبي، يعني بالظبط كده. طول ما انا قاعد هاكل بطاطس. وهل هو بيخسوا فعلا؟ بيخسوا فعلا، بس السؤال هنا بنخس ايه؟ احنا اصلا داخلين نعمل رجيم ليه؟ هل عشان خاطر نخس رقم على ميزان نمسكه كده نقول احنا خاسين 5 كيلو ولا 10 كيلو، ولا عشان خاطر نخس دهون وجسمنا يبقى وشيب ويبقى شكلنا جسمنا شكله جميل، نتمتع بالرشاقه والصحه؟ بالظبط. مشكله الرجيمات الكيميائيه انها بتخسس وزن، بتخسس رقم على الميزان، بس بتخسس ايه؟ الفكره كلها ان جسمنا عشان خاطر يبدا يفقد دهون بيمر بمراحل كتيره جدا، لكن اللي اسهل من الدهون في ان الجسم يحرقه ويتخلص منه هي العضلات. فبنلاقي ان معظم اللي بيخس في الاول في الرجيمات الكيميائيه يقول لك 5 كيلو في الاسبوع، رجيم 7 كيلو في الاسبوع. ال7 كيلو وال5 كيلو دولت بيكونوا كتله عضليه ماسلز زائد كتله ميه زائد كثافه عظم، ودي اهم حاجات احنا المفروض نحافظ عليها. ده المفروض ان انا ازودها، يعني الكتله العضليه المفروض ان انا بزودها. بالظبط كده، لان الكتله العضليه مرتبطه بمعدل الحرق. كل ما كان كتلتي العضليه عاليه كل ما كان معدل حرقي عالي. عشان كده مثلا بنلاقي الابطال الرياضيين زي لعيبه كمال الاجسام مثلا بياكلوا كتير جدا لكن نسبه الدهون في جسمهم قليله. ليه؟ لان هي عندهم كتله عضليه كبيره بتساعدهم اكتر على الحرق. فلما انا افقد كتلتي العضليه في اول اسبوع او اسبوعين بيمشي السيناريو كالاتي: بنخس اول اسبوع 5 كيلو او 7 كيلو اللي احنا اتوعدنا بيهم في النظام ده، بعد كده 3 كيلو، بعد كده كيلو، نص كيلو، بعد كده بيثبت ثبات تام. بل على العكس، ممكن الناس تبقى ملتزمه جدا. في ناس تيجي تقول لي انا ملتزمه جدا بالرجيم، جبته من على الانترنت او من واحده صاحبتي، ملتزمه عليه جدا بس ما بخسش، بل على العكس بزيد. ده طبيعي جدا، لان خلاص بعد فتره معينه الجسم بيخزن بقى، الجسم يبدا بقى يخزن. طب الجسم يخزن ليه؟ لان مع قله كميات الاكل ونوعيات الاكل اللي داخله الجسم، الجسم بيدخل في حاله طوارئ، بيحس ان هو داخل على مجاعه، فيبدا لا استنى بقى، هنا دلوقتي احنا داخلين على مجاعه، محتاجين نحافظ على كل حاجه عندنا، فيبدا يقلل الطاقه اللي بيستهلكها
في الاكتيفيتيز او في الانشطه المختلفه، فنلاقي الناس في الفتره دي مرهقين، شاحبين، في خمول، نوم كتير. ليه؟ لان الجسم شغال باقل من طاقته الطبيعيه عشان يوفر الطاقه، لان في اعتقاده هو داخل على مجاعه. عايز يتكيف مع الوضع الجديد. بالظبط، عايز يتكيف لحد انا مش عارف المجاعه دي تخلص امتى، فانا هستنى وهوفر في طاقتي اللي بصرفها لحد ما اشوف ايه اللي هيحصل. غير كده بيبدا يشوف بقى الحاجات اللي هي بتستهلك طاقه بس ملهاش لازمه في الوضع الحالي، زي مثلا الشعر والضوافر. الشعر والضوافر من الحاجات اللي مش ضروريه لبقاء الانسان على قيد الحياه، خصوصا في وضع مجاعه. فبالتالي ابدا تخلص من الشعر والضوافر، ما تديلهمش الطاقه الكافيه، فيبدا يحصل تساقط في الشعر، يبدا تكسر في الاظافر. وده مشكله بتواجه كتير جدا من السيدات بالذات اللي هم بيهتموا بجمالهم يعني. في الحقيقه ده كمان بتبقى من المشكلات المؤرقه جدا بالنسبه للسيدات. ونبدا نروح ناخد فيتامينات ونبدا نروح ناخد حاجات تانية.